كربانوفيتش واللاعب الأوزبكي جالجا سيباي من أوزبكستان، ومن قرقيزستان كربانوفيتش جان شوف كربانوفيتش. هنا محاولة الإمساك يا سادة يا كرام، الإمساك هذا كربانوفيتش وأيضا اللاعب بيرديموراتوف. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Visa карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. جالجاسباي بيرديموراتوف هذا اللاعب من قرقيزستان طبعا بالقميص الأحمر هنا على الوسط على منتصف البساط، والأفضلية الآن لكربانوفيتش. جانجوف من أوزبكستان من قرقيزستان. الآن محاولة الإمساك باللاعب الكازاخستاني أو الأوزبكي. كازاخستان وأوزبكستان وقرقيزستان كلهم من وسط آسيا، ولديهم تقاليد كبيرة على مستوى هذه اللعبة. المحاولة الرومانية، هذه المصارعة الرومانية، وعلى وزن 87 الآن كيلوغرام. الفوز بالنقاط طبعا من يحصل على مجموع نقاط أكبر عند نهاية الوقت. وهناك أيضا فوز بالتفوق الفني. في الحرة الفارق 10 نقاط، وفي الرومانية الفارق 8 نقاط. طبعا يجب أن يكون الفارق إذا كان طبعا المصارعة الرومانية 10 نقاط يا سادة يا كرام، والحرة الحرة 10 نقاط والرومانية 8 نقاط. الفوز باللمس. المحاولة عودة اشتباك طبعا ممنوع منعا باتا اللعب استخدام الرجلين في هذه اللعبة، وبالتالي لاحظ دائما الاشتباك باليدين والجسد، واستخدام الجسد والمهارة والذكاء كيف يمكن أن تطيح بخصمك وتلقيه أرضا. هنا محاولة، شوف اشتباك ولكن في حالة ذكاء وإشغال ومحاولة البحث عن كيفية الإمساك والإطاحة بالخصم، ولكن أيضا الكل حذر. هنا الكل حذر بالتأكيد. الكل لا أحد يريد، لاحظ، لا أحد يعطي الفرصة للآخر بالإمساك بشكل جيد. دائما يعني الكل يريد أن يمسك بالآخر ويطيح به في لحظة، لكن أيضا طبعا لعبة مهارية ولعبة قوة. يعني الآن شوف القرقيزستاني، اللاعب من قرقيزستان لديه نقطة. اللاعب كربانوفيتش واللاعب الأوزبكي جالجاسباي بيريدي ميروتافو. بريدي موراتافو من أوزبكستان. إذن أوزبكستان وقرقيزستان سادة يا كرام. كربانوفيتش، وما زلنا مع اللاعب كربانوفيتش. جانشوف لديه نقطة إلى الآن من قرقيزستان. أحد دول وسط آسيا، ولديهم تقاليد كبيرة على مستوى الفنون القتالية. المصارعة الرومانية الآن
محاولة بين الأوزبكي جالجاس باي والقرقيزستاني كربانوفيتش جانشوف. وهنا المحاولة الإمساك، محاولة الإمساك يا سادة يا كرام، محاولة الإمساك، ولكن أيضا لا أحد يريد أن يعطي الفرصة للآخر أن يمسكه ويحكم قبضته عليه. الكل يريد لاحظ، الكل يريد هو من يمسك جيدا، هو من يمسك طبعا هو من يمسك بالآخر ويطيح بأرضا، ولكن الكل ثابت والكل يبحث عن حلول. نعم اشتباكات، ولكن ايضا في حاله تركيز وفي حاله يعني خداع الاخر هنا توسط طبعا. إذن يستلقي لاعب قرقيزستان، وهنا يحاول اللاعب الأوزبكي أن طبعا شوف يحاول الإمساك به، ومن ثم أيضا يقلب على أرض تثبيته على الأرضية. المدرب يعطيه دفعة، يقول له امسك فيه جيدا وارفعه عن الأرض، ولكن إذن جولتان مدة النزال، كل جولة 3 دقائق، بينها استراحة 30 ثانية. طبعا من ضمن الأشياء النقاط التي تحسب في هذه اللعبة خروج المصارع من البساط، لمسة خفيفة، تحذير للمنافس يؤدي إلى نقطة أيضا، كل هذه أشياء، واسقاط المنافس على الارض من وضع الوقوف، حركه فنيه متوسطه القوه بنقطتين. 4 نقاط رميه عاليه، 5 نقاط رميه خطره وقويه جدا تؤدي الى دوران كامل للمنافس. يمكن الفوز باحدى الطرق التاليه، الفوز بالنقاط طبعا، الفوز بالتفوق الفني، والفوز باللمس، والفوز بالانسحاب. إذا ما زلنا معكم في أجواء المصارعة الرومانية بين القرقيزستاني والأوزبكي. المحاولة 16 ثانية. كربانوفيتش جانوشوف من قرقيزستان والأوزبكي جالجاس باي. بيردي موراتوف. وهنا إذن راح يعلن إذن فوز القرقيزستاني كربانوفيتش